بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى الأحوال ديالكم تكون طيبة أخواتي الغاليات. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيك يومي ببيضة واحدة فقط، بإضافة واحد المكون سحري اللي كيخليه يجي طالع وهشيش ما شاء الله. كنتمنى أنكم تتبعوا معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من لايكاتكم وكلامكم الطيب، وبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع. وما نطولش عليكم حبيباتي، ندوزو على بركة الله المقادير والطريقة ديال التحضير. أول حاجة البنات، في إناء غادي ناخدو بيضة واحدة فقط تكون بدرجة حرارة المطبخ، نكونو مخرجينها من قبل من الثلاجة. عندي واحد القبيصة ديال الملحة ضروري لتصحيح الذوق، وكأس ديال السكر سنيدة أولا سكر حبيبات. عندي كاس ديال الحليب البنات، وحتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ نكونو مخرجينه من قبل من الثلاجة. غادي نضيف ليه معلقة كبيرة ديال الخل، وغادي نخليه جانبا على بيد ما غادي نخدم السكر والبيض. هنا غادي نخدم فقط بالطراب اليدوي اولا بالفوي، حيت كاين بزاف الاخوات اللي اللي ما كيتوفرش ليهم الطراب الكهربائي. فغادي نخدم معكم هاد الكيكه هذه فقط بالطراب اليدوي. غادي نخفقوا مزيان هذيك البيضه مع الكاس ديال السكر سنيده مع القبيصه ديال الملحه حتى كيبيض لينا البيض وكيذوب لينا داك السكر نهائيا. هنا غادي نستمر في الخفق حتى كتذوب ليا داك السكر سنيده. كيف كتشاهدوا كيصبح ليا الخليط هكا بهذا اللون ابيض. الاضافه البنات اللي غادي نضيفوه هي 2 قطع ديال الجبن، كيعطيوه واحد المذاق هائله البنات، وواحد الخفه وواحد الطراوه. اي نوع ديال الجبن عندكم، سواء المثلث اولا المربع اولا اي نوعيه عندكم، اولا حتى داك الجبن اللي كندهنو يعني في الخبز، هذاك تقدروا تضيفوا منه واحد 2 ديال المعلقات اولا تضيفوا 2 قطع ديال الجبن. هنا فقط غادي نخدمهم بالطراب اليدوي حتى كيذوب لينا داك السكر مع هذاك الجبن، دوك 2 قطع ديال الجبن اللي ضفنا. من بعد عاد غادي نبداو نضيفوا الزيت شويه بشويه. بالنسبه للكميه ديال الزيت البنات، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وما غاديش نضيفها دفعه واحده. فهنا البنات الطريقه ديال التحضير فمهمه جدا انكم تتبعوا الخطوات باش تنجح لكم الكيكه ديالكم. هنا غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت، غادي نضيفوه على دفعات كيف كتشاهدوا معايا شويه بشويه، وانا كندخل داك الزيت في الخليط حتى كنكمل كميه الزيت اللي عندي كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نقسمها على 4 ديال الحصص، وغادي نبدا ندخل شويه بشويه وانا كنطرب هذاك السكر مع داك البيضه مع الكاس الا ربع ديال الزيت مع دوك 2 قطع ديال الجبن حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي، وانا كنضيف شويه بشويه والخليط كيزيد يعقاد وكيختار وكتضاعف ليا يعني الكميه. هنا من بعد ما ضفت داك الكأس كامل ديال الزيت وندمجوا ليا العناصر كاملين مع بعضياتهم، غادي نضيف داك الكأس ديال الحليب اللي ضفنا ليه داك المعلقه ديال الخل. داكشي علاش كنديروا داك المعلقه ديال الخل هي الاولى في الحليب وكنخليوه جانبا باش يلاه كيروب لينا داك الحليب. هنا غادي نضيف ساشي ديال السكر الفاني، انا نسيت ما ضفتوش في الاول مع البيضه، فضيفوه في الاول مع السكر. وكي قلت لكم نضيفوا داك الكاس ديال الحليب اللي كنكونوا درنا ليه داك المعلقه ديال الخل باش كيولي لينا بحال الرايب اولا بحال اللبن، فكيعطيه واحد الطراوه للكيكه وكتبقى لينا الكيكه خفيفه لمده طويله. بالنسبه للدقيق البنات حتى هو نضيفوه على دفعات، وضروري نغربلوه جيدا باش نتفاداو دوك الحبيبات يكونوا لينا في الكيك. هنا ضفت الكاس الاول حيت كاينه نوعيات كتار ديال الدقيق البنات ونوعيه كتختلف على نوعيه. كاين الدقيق اللي ما كيشربش نهائيا، وكاين الدقيق اللي كيشرب بزاف. انا هاد الدقيق اللي كنخدم به فكيشرب يعني بزاف. فيعني الا كنتو كتخدموا بحال الدقيق اللي كنخدم به انا اللي هو كنز، فحاولوا يعني تضيفوا الدقيق تدريجيا. انا ضفت الكاس الاول ودخلته في الخليط، وعاد غربلت الكاس الثاني كيف كتشاهدوا معايا، وغادي ندخله في الخليط وعاد نضيف الكميه المتبقيه باش هكا ما حدي انا كندخل الدقيق في الخليط وهو كيشرب، وانا يعني كنحصل على داك القوام اللي انا محتاجاه. هنا مازال عندي القوام خفيف شويه، فغادي نضيف ربع كاس. يعني انا عمرت هنايا الكاس الثالث ولكن راه ما ضفتوش كامل. غادي نضيف شويه بشويه، ضفت هنايا فقط ربع كاس. غادي ندخلوه هكا في الخليط وراه كيشرب ما شاء الله بواحد الكميه اللي كثيره. وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، تقدروا تدخلوا حتى 3 ديال الكيسان. بالنسبه للكاس الثالثه البنات انا استعملت النصف ديالو فقط، يعني درت 2 كيسان ونصف، ولكن دخلتهم شويه بشويه حتى كنحصل على هذا القوام هذا. الا كان عندكم شي دقيق ما كيشربش كي قلت لكم غادي تقدروا تستعملوا حتى 3 ديال الكيسان.
المهم القوام ديال الكيك خصو يكون ثقيل شي شويه. عندي جوج ساشيات ديال خميره الحلويات 8 غرام 8 غرام، في المجموع 16 غرام. غادي ندخلوها كاخر اضافه، عاد نضيفوا الخميره ديالنا، ما تضيفوهاش من الاول حتى تدخلوا داك الدقيق ديالكم نهائيا في دخلوه كامل في الكيك. عاد ضيفوا هذوك جوج ساشيات ديال الخميره. من بعد ما دخلتهم مزيان غادي نحيد هذاك الطراب اليدوي وغادي نجمع الجوانب هكا بسباتول. نحاولوا يعني نقلبوا الكيك ديالنا باش ما يبقاش لينا هكا دقيق جانبا. من بعد غادي ناخذوا المول اللي دهنته بالزبده، رشيته بالدقيق، ضروري يكون مدهون بالزبده مزيان البنات، مرشوش بالدقيق، ودخلته للمجمد. ملي كنت انا كنحضر الكيكه ديالي يعني ضروري المول هكا ندخلوه المجمد باش كنتفاداو ان الكيك ديالنا تلصق. اللي عندها الكاريط اولا داك الورق ديال المطبخ الورق السورفيزي عفوا فتضيف الورق هكا في المول. اللي ما عندهاش تدخل المول المجمد وتفرغ فيه الكيكه ديالنا. من بعد دخلتها البنات الفران اللي تيكون بارد، يعني بارد من تدخلت ليه الكيكه. عاد شعلته من التحت فقط البنات على درجه حراره، المهم على كل وحده وعلى حسب الفران ديالها. انا عندي الفران مجهد فكنطيب على 100 درجه، فكتكون يعني كافيه بالنسبه للكيك. بعد ما خرجته خليته كيدفى واحد شويه. نحاولوا نمرروا واحد السكين هكا في الجوانب ديال المول باش ما تبقاش لينا الكيكه لاصقه هكا في المول. ومن بعد نقلبوها في يعني في الاناء اللي غادي نقدموا فيه. هنا كتجي ما شاء الله طالعه وخفيفه ورا ما كتنزل ما والو البنات. بالنسبه للتزيين فكيبقى لكم اختياري، تقدروا تدهنوا بالعسل بالناباج باللي متوفر عندكم. فانا درت ليها هنايا الكونفيتور ديال المشماش، كيعطيها واحد المذاق زوين البنات. عندي الكونفيتور فيه قطع ديال المشماش، فهنايا كندهن وكنحاول نحيد هذوك القطع، يعني كنزولهم على جنب. اللي عندها يعني الكونفيتور ديال الحلوى فدهن به من الاحسن. من بعد غادي نزول هذوك القطع يعني اللي كتشاهدوا هكا ديال المشماش، غادي نحيدهم بواحد المعلقه. وكي قلت لكم تقدروا تدهنوها باي حاجه، بالناباج الا كان متوفر عندكم، بالعسل، بالكونفيتور. غير هو الكونفيتور ديال المشماش صراحه كيعطيها واحد المذاق اللي زوين. كيف شفتوا معايا انا حاولت ندهنها يعني مزيان بداك الكونفيتور. ودوك القطع يعني كنجمعهم جانبا، تزولتهم هكا بالمعلقه. حاولوا تدهنوا ليها حتى الجناب ديالها باش ما تبقاش شاحته. من بعد خديت واحد شويه ديال الكاوكاو ايفيلي، حمرته هكا في الفران ملي كان مازال سخون، دخلته للفران وهو طافي يعني تحمر، خدا هذاك اللوين ذهبي. حاولت هكا نفتتو واحد شويه، ما بقاش هكاك صحيح. وزينت به الكيكه ديالي. ويعني التزيين راه كيبقى اختياري، تقدروا ديروا ليها الكوك، تقدروا ديروا ليها غير كاوكاو يعني محمر، طحنوه في الهاشوار مزيان وتزينوا به. المهم تزيين على حسب اللي متوفر عندكم في الدار، ما تقيدوش بواحد التزيين معين. راها كتجي واحد الكيكه البنات اللي ما شاء الله ما تحشمكمش، خفيفه طالعه ما كتنزلش نهائيا، مذاق ولا اروع. كتبقى رطبه بداك الكاس ديال الحليب اللي ضفنا ليه داك المعلقه ديال الخل، وكتجي طالعه ما شاء الله. فكنتمنى انكم تجربوها، وغير بيضه وحده فقط البنات. كنتمنى انكم تخليو لي اللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات. وكنشكركم بزاف بزاف على حسن التتبع ديالكم. هنا قطعت لكم غير من التقطاع، كتشوفوا ما شاء الله شحال كتجي خفيفه غير من التقطيعه ديالها وكتجي طالعه. هنا غادي نقطعها لكم باش تشوفوا هكا كيفاش كتجي من الداخل. ما شاء الله راه كتجي رطبه البنات واسفنجيه. فما نطولش عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. خليكم في امان الله وحفظه. بسلامه عليكم.